5 حاجات لو عملتهم مش هتكمل في الجيم ديف، والنهارده هقول لك عليهم وازاي تحلهم. اول حاجه معانا وهو ان انت ما يكونش عندك خطه او رود ماب تمشي عليها. بمعنى ان انت النهارده بتذاكر مثلا البلاير موفمنت، بكره بتذاكر الانمي اي، كل يوم بتذاكر حاجه جديده ولكن ما فيش حاجه بتبني على الحاجه اللي قبلها. فبكده دي هتسبب لك مشكله، لان انت مع مرور الوقت هتكتشف ان انت المجهود اللي انت بتحطه مش بتطلع بيه بحاجه صلبه. فالحل بتاع الموضوع ده بسيط جدا. يعني زمان مثلا قبل ما كميه الاي اي مودلز اللي ظهرت دي كانت موجوده، كنت اقول لك ماشي الموضوع ممكن يكون صعب شويه بحيث ان انت تدور على رود ماب تيلرد للحاجه اللي انت عايز توصل لها، او مثلا لو انت هتعمل الرود ماب باستعانه بشخص مثلا خبير في المجال. لكن دلوقتي الموضوع بقى بسيط جدا، بتدخل على ايا كان بقى تستخدم ايه، شات جي بي تي او جيميناي او كلود او ايا يكن، وهتقول له انا عايز رود ماب وانا المستوى بتاعي كذا 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 وعايز استخدم الانجن الفلاني وخلاص، وتدوس انتر. يعني بكل بساطه هتدي له ريكويرمنتس بس مش اكتر، وهيطلع لك رود ماب تيلرد للحاجه اللي انت عايز توصل لها. فمفيش اي داعي ان انت تبدا مذاكره او تبدا شغل على بروجكت معين بدون ما يكون عندك رود ماب او بلان تمشي عليه. رقم 2 وهي التوتوريال هيل. التوتوريال هيل دي مصطلح ان احنا بنبدا نشوف اي حاجه احنا عايزين نعملها نبدا نشوف لها توتوريال، ما نقدرش نعمل حاجه بره التوتوريال. طب حل الموضوع ده ايه؟ حل الموضوع ده بسيط جدا، وهو ان انت قدامك طريقتين. اول حاجه ان انت مثلا التوتوريال اللي انت شفته ده انت اكيد اتعلمت منه حاجه معينه. لو انت مثلا عملت جيم باستخدام التوتوريال، ابدا بقى ضيف حاجات على الجيم دي بدون استعانه باي توتوريال، حتى يعني مهما كانت بسيطه انت اديك بتتعلم وبتعتمد على نفسك. ده الحل رقم 1. الحل رقم 2 وهو ان انت مثلا لو بتشوف توتوريال للعمل سيستم معين او كومبوننت معين، فانت ممكن ان انت تشوف اول مثلا كام دقيقه في الفيديو تشوفه عايز يوصل لايه او هيعرض لك ايه النهارده، او الحاجه اللي هو هينفذها في الفيديو، وتبدا ان انت تحاول تعملها لوحدك على قد ما تقدر. يعني توقف الفيديو وتروح تشتغل عليها تشوف هتوصل لفين، وبعدين ترجع تكمل الفيديو، تقارن بقى الطريقه اللي انت استخدمتها بالطريقه اللي في الفيديو. ده اسلوب كويس جدا ممكن ان انت تستخدمه لو انت حابب ان انت تتعلم وما تكونش بس بتنقل وخلاص من التوتوريالز. فده بالنسبه للتوتوريال هيل. ثالث حاجه معانا ودي بتاثر على بروجكتس كتير جدا وهي السكوب كريب. طيب يعني ايه سكوب كريب؟ السكوب كريب بكل بساطه هو ان انت مع مرور الوقت بيبدا يظهر لك ايه ده، تصدق ده انا عايز اضيف فيتشر جديده، طب تصدق ده انا بكره هيجي لي مثلا 5 فيتشرز جداد عايز اضيفهم، بدون ما تستخدم مثلا الجي دي دي او تستخدم الكور كونسبتس اللي انت عايز تطبقهم في اللعبه. لا، انت بتبدا تضيف حاجات زياده من عندك مع مرور الوقت. طب ده بيوصلنا لايه؟ بيوصلنا ان انت عندك كميه حاجات عايز تطبقها مش عارف تبدا منين، واصلا كل ده حاطط اوفر هيت عليك. فحل الموضوع ده بكل بساطه هو ان انت تلتزم بالكور كونسبتس اللي انت حددتهم في بدايه المشروع، ويستحسن تكون انت برضه عامل جي دي دي اللي هي الجيم ديزاين دوكيومنت، وكنا اتكلمنا عن الموضوع ده في فيديو على الشانل، لان ده طبعا هيخليك منظم اكتر ويخليك اورجنايزد، فبالتالي مش هيحصل لك سكوب كريب. ولو انت لقيت نفسك في قلب السيناريو ده، لا خلاص انت شوف ايه اللي انت محتاج تنفذه عشان تطلع حاجه اسمها الام في بي او المينيمم فايبل برودكت، اللي هو انا محتاج انفذ ايه من الفيتشرز اللي عندي دي عشان اطلع اللعبه دي بشكل 90%. فهي الفكره في كده ان انت بتشوف بس الفيتشرز اللي انت محتاج تنفذها دلوقتي ودي اللي انت بتنفذها. الحاجات اللي بعد كده او الاضافات خلاص ممكن تركنها مثلا على تو دو ليست وتعملها بعدين خالص، بس بعد ما تكون خلصت الحاجات الاساسيه. فده بالنسبه للحل مع مشكله السكوب كريب. رابع حاجه معانا ودي كلنا بنعملها وهي comparing yourself to others. هنا مشكله كبيره، وهبدا ان انا اوضح لك ليه هي مشكله. لان اصلا كل واحد فينا عنده قدرات خاصه، كل واحد فينا بيتعلم بسرعه معينه، كل واحد فينا ممكن لما يقعد، يعني ممكن تلاقي حد بيقعد يشتغل على بروجكت مثلا 5 ساعات متواصلين، هتلاقيه ان هو مركز طول ال5 ساعات دول وما عندوش ادنى مشكله. وشخص تاني مثلا زي حالاتي لو قعد نص ساعه على بعضها ممكن ان هو يحصل له بقى برين فريز ويبدا يلاك كده، ولا لازم يروح يفصل شويه وبعد كده يرجع يكمل على البروجكت. فكل واحد فينا قدراته مختلفه. ففكره ان انت تقارن نفسك بشخص تاني ده غلط، لان مش هتستفاد اي حاجه غير ان انت هتحبط وهتقول لا ده انا ما بوصلش لحاجه، ده انا ما بتعلمش، وممكن ان انت ما تكملش في الجيم. طيب حل الموضوع ده ايه؟ حل الموضوع ده بسيط جدا. انا لما باجي اقارن نفسي مش بقارن نفسي بحد تاني، بعمل ايه عشان اشوف هل انا اتطورت او كده؟ الحاجه اللي انا هعملها هي الاتي. يعني هقارن احمد باحمد من اسبوع مثلا او باحمد من شهر. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا بشوف البروجرس بتاعي من شهر فات كان عامل ازاي والنهارده انا عامل ازاي. فاكيد هلاقي ان في تحسن، او ممكن مثلا الاقي ان انا محتاج ان انا اشتغل على جزئيه معينه. فدي الطريقه اللي انت هتاخد بيها احسن فيدباك ممكنه تقدر تطور بيها نفسك، هو ان انت تقارن نفسك بنفسك ولكن من مده زمنيه معينه. فده الحل مع مشكله مقارنه نفسنا بالغير. خامس حاجه معانا ودي برضو يعني اغلبنا او لو ما كانش كلنا وقعنا فيها، وهي ان احنا مش بنخلص البروجكتس اللي احنا بنبدا فيها، اللي هي not finishing your projects. المشكله هنا بتكمن في ان انت عندك بورتفوليو في 10 بروجكتس ولكن ما فيش ولا واحده منهم كامله، ما فيش ولا واحده منهم وصلت لشكل ان انت تقدر مثلا تنزلها كديمو او تقدر مثلا تعرضها للناس. حل الموضوع ده ايه؟ حل الموضوع ده ان انت تلتزم بحاجه اسمها الوان بروجكت رول. بمعنى ان انت لو بدات في بروجكت ما تبداش اي حاجه تانية غير ما تخلص البروجكت ده بس. طيب لو لقيت ان الموضوع متعب بالنسبه لك والبروجكت مش راضي يخلص، خلاص بكل بساطه هتبدا تقلل السكوب بتاع البروجكت ده، بحيث برضو ان انت تكون خلصت البروجكت، طلعت لعبه
او طلعت اكسبيرينس بلايبل، طلعت حاجه نوعا ما كامله، ما ضحكتش على نفسك وما ركنتش البروجكت جنب اخواته اللي مركونين قبل كده، لا انت كده هتكون خلصت البروجكت. حتى لو قللت السكوب بس معاك كومبليتد بروجكت هتقدر ان انت تحطه في السي في بتاعك او تنزله على لينكد ان او ايا يكن. وبعد كده هتروح تبدا في بروجكت تاني وتطبق نفس الرول دي اللي هي الوان بروجكت رول، وبكده هتكون انت اتغلبت على جزئيه ان انت ازاي تخلص المشاريع بتاعتك. ودلوقتي نكون احنا عرفنا ايه اكتر 5 حاجات مش بيخلوا الناس يكملوا في المجال وازاي نتغلب عليهم، وبكده نكون احنا وصلنا لنهايه الفيديو. فان شاء الله تكون رحله مثمره ليكم في مجال الجيم ديفلوبمنت. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتشتركوا في قناه الجيمنج، هسيبها لكم في الديسكربشن برضو، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، تعملوا لايك على الفيديو وتعملوا شير في كل مكان، واهم حاجه ان انتوا لو عندكم افكار فيديوهات او اي اقتراحات سيبوها في الكومنتس. وبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.